مرحبا، أنا اليوم رح أعلمكم طريقة صنع كريمة الزبدة الألمانية بالكاسترد. هاي الكريمة خرج تغلفوا فيها قالب، خرج تعملوا فيها زينة بسيطة، مو خرج زينة صعبة مثل الورود أو الأشياء اللي بدها ثبات أكتر. لكن بين كريمات الزبدة طعمتها هي الأطيب، خاصة إذا قررتوا إنكم تعملوها بالفانيليا فقط بدون إضافة كاكاو أو أي منكهات أخرى. أنا زينت فيها هذا القالب. رح ابدا باني احط كوب ونص حليب على النار مع معلقه كبيره طحين وحركهم تماما. المقادير كلها بتلاقوها بصندوق الوصف اذا ضغطتوا على السهم باسفل الفيديو. هلا انا رح اخد صفارة 3 بيضات كبار مع تلت كوب سكر وخلطهم كتير منيح لحد ما يصير لونهم فاتح ليموني. بعدين حاخد معلقتين كبار مي احطهم على معلقتين كبار نشا وحركهم كتير منيح، ورح احط المزيج فوق صفار البيض وحركه منيح. هلا بس يقرب الحليب يغلي، مو يغلي تماما، انا رح اسكب شوي منه فوق المزيج الصفار وحركهم منيح امزجهم مع بعض. بعدين رح اسكب مزيج الصفار كله فوق باقي الحليب الموجود بالطنجرة وخليهم على النار وحركهم كتير منيح. طبعا رح اضيف له بهي المرحلة معلقتين صغار فانيليا سائلة او فانيليا بودرة على حسب المتوفر عندكم، ورح ضل حركه لحد ما يسمك تماما وبرفعه من النار. بعد ما سمك انا حطيته بمكان تاني وحطيت له زبدة غير مملحة نص كوب وحركته منيح. بعدين سكبته بصحن وغطيته منيح بالنايلو، خليت النايلو يكون ملاصق للوجه مشان ما تتكون قشرة، وتركته لحتى يبرد ويصير بحرارة الغرفة تماما. هلا بعد ما برد انا رح اخد كوب زبدة طرية طبعا بحرارة الغرفة غير مملحة، ورح ابدا اخفقها تقريبا 5 دقايق لحد ما تصير كتير هشة وفلافي وتتضاعف بالحجم. هلا رح افتح المزيج اللي عندي ورح ابدا اني اسكب معلقه فوق مزيج الزبده وحركه. طبعا انتبهوا انه يكون المزيج بارد بهي المرحله، ما بصير تحطوه هو ساخن ولا هو بارد، يعني يفضل يكونوا الاثنين بنفس درجه الحراره. بنضل نضيف معلقه لحد ما نخلص الكميه كلياتها، بنخفق بعدها لمده 30 ثانيه، وهيك بتكون صارت الكريمه جاهزه. وجربوها صحتين وهنا. اذا حابين فيكم تضيفوا كاسة سكر بودرة بهي المرحلة اذا حسيتوا انه حلاوتها قليلة. انا ما ضفت، حبيتها هيك بهي الطريقة وكانت يعني حلاوتها ممتازة بالنسبة لإلي. صحتين والف هنا، بتمنى تجربوها وتعجبكم. اذا حابين تشوفوا انا كيف زينت الجاتو اللي حطيت لكم اياه باول الفيديو، اشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الجرس، انا رح نزله ان شاء الله بعد هذا الفيديو.